يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل. صباحكم مشرق بنور الله. صباح الهنا على عيونكم. أحلى صباح في الدنيا، أحلى اخوات وأحلى متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخباركم إيه يا حبيب قلبي؟ وحشتوني. يا رب تكونوا في أحسن حال وفي أحسن الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق والحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى الحق قدره ومقدار العظيم. شوفوا بقى، طبعا الأيام اللي فاتت دي انتوا عارفين ان انا كنت تعبانة وكانت الدنيا بايظة خالص عندي، والحمد لله يعني الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل يلا الحمد لله. يعني بصوا بقى ايه، يعني افتكار ربنا لينا دايما كده رحمة. ربنا ما بيفتكرنا بشوية لطف او شوية تعب او اي حاجة من الحاجات دي، ده افتكار ربنا لنا رحمة، الحمد لله والشكر لله. فاكتر من كده راضيين ونقول الحمد لله، واقل من كده راضيين وبنقول برضو الحمد لله والشكر لله. خلاص طلعنا بقى من موضوع التعب ده، مع ان لسه ما قفلناهوش يعني. ده ربنا ان شاء الله يكون خير، باذن الله باذن الله يعني ان شاء الله. طلعنا ما طلعناش برضه يا جماعه، لسه ما طلعناش يعني. كنا لسه في موضوع التعب. وجات اختي زي ما انتوا عارفين، الحمد لله والشكر لله، ربنا كرمها وولدت وقامت بالسلامه. الحمد لله والشكر لله طبعا. يا رب يتم الفسحة على خير يا رب، واكرم كل الصبايا كلهم يا رب، وارض كل مشتاق، وارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة لتوحد الله يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى الانسة اسمها يا بنت، الانسة سلينة. الانسة سلينة بنت اختي. طبعا كانت تعبت شويتين تلاتة كده، كانت دخلت في موضوع صفرة عالية وحاجات زي كده وفي افلام كبيرة يعني، وحضانات وحاجات زي كده، فالحمد لله ربنا كريم ولطف بها طبعا، الحمد لله والشكر لله. وبتتحسن والحمد لله، طبعا بتتحسن قوي قوي، وكل الحمد لله يعني لطف من ربنا ورحمة، وزي الفل الحمد لله، ربنا يبارك فيها يا رب واول مامتها لها بألف سلامة، اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. فطبعا بقى الشقة بتاعتي كانت حايسة، يعني قعدت سايباها اسبوع بالظبط. يعني بنتي فيها يومين في الاسبوع ده، بقيت اجابات وامشي تاني يوم الصبح، يعني اجي اكل الفراخ، اعمل اكل لمحمد، وده اللي ماشيه. فيا دوب بقى ما كنتش بلحق اقعد فيها ولا الحق انضفها ولا حاجه. فجيت بقيت لقيت محمد ابني جايب لي اكياس بقى، اكياس يعني كل دي اكياس بقى ايه، يعني الفرش اللي كان بيتغطى بيه في الشغل جايبه عشان يتغسل. الاكياس اللي كان بياخد فيها الاكل بتاعه وهو ماشي بالليل. طبعا جايه بقى عايزه تتفضى من الاطباق والحاجات اللي فيها تتغسل. مين؟ فطبعا كل ما امشي الاقيه جايب لي اي شنطه كده في مكان ومحطوطه، وفي قلبها اكل طبعا عايز يتفضى، وحاجات عايزه تتفضى، واطباق وكلام من ده. طبعا ما شاء الله انا قبل ما امشي كنت مروقه الشقه، كانت نظيفه وكانت زي الفل، كنت انا عامله لها يوم نظافه كامل انا ومنى بنتي. مع ان زي ما انتم شايفين وعارفين طبعي، من انتوا تايهين عنه، ان انا ما بحبش اركن عندي اي شغل. يعني اول باول تلاقيني ايدي في الشقه في المكان كده، بحب انضف واروق وارتب اول باول كده. ما بحبش ان انا اركن شغل عندي على شغل، او اقول هبقى اعمل يوم نظافه او ابقى اعمل يوم غسيل او كلام من ده. لا، عندي غسيل النهارده هنغسل النهارده، مش هيتركن لبكره. عندي حاجه تتروق النهارده مش هتتركن لبكره، لا هنروق النهارده. محبش اركن يوم على يوم، ولا احب ابات على فرشه ما اتنفضتش. تمام. وده طبعي، وانتوا يمكن دي تاني سنة احنا مع بعض على اليوتيوب اهو الحمد لله، وانتوا عارفين ان ده طبعي وده نظام. ما بحبش اركن حاجه، حتى لو شلت السجاده اللي انا واقفه عليها هتلاقي مكانها ما شاء الله اللهم بارك نضيفه زي الفل، مش هتطلعي منها عفرايه. طيب، فحاسه بقى ايه يعني، ناس بتاع اسبوع ما عملتش النظافه بتاعت الاسبوع دي، يعني بصراحه يعني النظافه بتاعت كل يوم دي لا، بقيت يعني اروق كده. اسرع سريع الفرشه واعمل لقمه الاكل اليومين اللي جت بتوم في الشقه، وبقى تمشي من الصبح على طول. فما كنتش الحق اعمل النظافه اللي بعملها دي. طبعا شايفين محمد ابني انا عماله اعمل يعني اتخانق معاه، عمال يقول لي ايه، حد قالك روقي، حد قالك اعملي، حد قالك سيبيني وامشي، حد قالك سيبيني وامشي. شايفين؟ فبقول له انت المفروض تقوم تروق معايا الشقه اللي انت نكيتها دي،
بقول لحد قالك سيبيني وتمشي؟ محدش قالك سيبيني ويمشي. فبقول له قوم بقى عشان انفض. بقول لي تنفضي ليه؟ قرب اقعدي خلاص، انت ما بتشبعيش تنظيف. بقول له وانت ما بتشبعيش تنظيف؟ انت ما بتشبعيش ترويق؟ خلاص خليكي هدي في نفسك بقى. عمالين خليكي هدي في نفسك. اهدي في نفسي يا ابني، انا ما بحبش اقعد والدنيا مش نظيفه. يقول لي خلاص خليكي هدي في نفسك بقى. قلت لا، اما راح انفضه عشان يعرف النظافه حلوه يعني. ربنا يبارك فيه واحفظه هو واولادكم والمسلمين جميعا، اللهم امين. واحفظ ولادنا جميعا يا رب العالمين. شوفوا بقى لوجي كانت مخبيه لنا ايه. حطالي تحت الشلته كيس في قلبه 5 جنيه، خبيها يعني. قال يعني كده 5 جنيه، انا حطها في الكيسه وحطيتها تحت الشلته بتاعت الركنه يعني. طبعا شوف اتفرجوا. عماله بقى تغيظني كل شويه يعني. محمد عمال بيتريق عليا عشان قلت له انت ما بترحميش نفسك، انت عماله تهدي نفسك. انت جايه مخصوص عشان تهدي نفسك يعني. فانا ما صدقت بصراحه اليوم دون. امبارح يعني الفيديو انا كنت مسجله امبارح، فلما عرفت عن عزا اخو العمده سعد، فقلت العزا واجب، العزا اولى. فما رضيتش انزل الفيديو ده امبارح، سبته النهارده، وكان واجب العزا الاول. المهم بقى رحت انا جيت دلوقتي بسجل معاكم الفيديو. ولوجي بقى ما وصفلكوش ما شاء الله. ما وقفتش قدام الكاميرا من زمان، الايام اللي فاتت زي ما انتوا عارفين يعني. دخلنا في شهر وشويه اهو. شويه زعل، شويه مشاكل، شويه خلافات، شويه تعب، شويه حاجات من الحاجات الوحشه دي. فالحمد لله على كل حال. الله لا عاد يعد ايام وحشه، اللهم امين يا رب. وفك ضيقتنا وضيقة المسلمين اجمعين وينصرنا ويسعدنا ويفك ضيقة المسلمين اجمعين يا رب. واشفينا واشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا عندي الصالون ده كانت الشلت بتاعته، الصالون بتاع زمان بقى انتوا عارفينه، الشلت بتاعته قطن. ان شاء الله ربنا ييسر برضو في التظبيطات الجديده كده. عاوزه اعملها سفنج احسن من القطن يعني، تاخد وتدي كده احسن من القطن. القطن لما بتركن فتره طويله بتحس ان هو مبلط كده، مش بياخد ويدي زي السفنج يعني. فانا ما صدقت يعني. الحمد لله والشكر لله ان ربنا كرمني وخدت الشقه اوسع، الحمد لله والشكر لله، فضل من ربنا يعني. علشان الم عفش كله فيها زي ما انتوا عارفين ان انا كنت محرومه من العفش ده 3 سنين. لا انا عارفه افرش ولا عارفه احط حاجتي مع بعضها ولا حاجه. فخلاص الحمد لله ربنا اراد وربنا كرم ويسر وسهل الامور. وفي الاول وفي الاخر يا جماعه كل شيء باوان، كل شيء باوان حتى رضا الله. سبحان الله، عندما ربنا امر وراد كل حاجه جت لوحدها. فما صدقت بقى جمعت الاشياء بتاعتي مع بعضها. عاوزاكم بقى تشوفوا فرش الشقه كده كويس ولا في حاجه انا ممكن اعدلها يعني. انا حاطه دلوقتي في الصاله، الصالون في جنب عند الشباك. انا معرفش احط البرقع بتاع الصالون بصراحه، لان برقع الصالون كان ما شاء الله عندي في الشقه التانية كبير. ومش لاقيه له مكان يعني، مش عارفه احطه، مش لاقيه له مكان. فرحت لفاه وعيناه فوق الدولاب، عينت البرقع فوق الدولاب، لان كان برقع نضيف ما شاء الله، غالي وحلو وجديد وشكله جميل جدا، فخساره يتبهدل. فرحت لفاه وعيناه فوق الدولاب لان مش ليه مكان. حطيت زي ما انتم شايفين بقى في الصاله كده الركنه بسجادتها بترابيزتها والتلفزيون. وفي اليمة التانية بقى يعني برضو في نفس الصالة بس في الجنب التاني حطيت برضو الصالون بسجادته بترابيزته بحاجته كده، نبقى اشياء مع بعضها يعني. تمام. شايفين يا جماعه؟ والله برفع طرف السجاده والله ما تحتها ترابه، ما تحتهاش ترابه، اللهم بارك يعني. زي ما انتم شايفين دي نظافه زي ما متعودين مع بعض يعني. احنا دايما مبقاش عندنا اي حاجه مركونه. اما بالنسبه اللي طالع ده طالع من فوق السجاد من هرس رجلينا اللي داخل واللي خارج وكلام من ده. طيب انا عاوزه زي ما قلت لكم اخد رايكم بقى في الصاله. طبعا الصاله عندي في الصاله 2 باب شقه يعني. انا عندي في الصاله 2 باب شقه، باب على الممر بتاع البوابه، لان انا قاعده في دور ارضي زي ما انتم شايفين كده. ده دور ارضي مش دور تاني، ده دور ارضي. مش بحب الادوار العاليه خالص بصراحه، بتتعبني في طلوع السلالم، ده مشكله عندي. طلوع السلالم ده تعمل لي ازمه كده، كرشه نفس، بيجيلي كرشه نفس كده من طلوع السلالم. فانا صراحه بحب الدور الارضي قوي قوي، بعشقه بصراحه يعني، الحمد لله. فعندي زي ما انتم شايفين في الصاله بابين شقه، باب في الممر اللي على البوابه والباب التاني منه للبرندة للشارع. تمام. فانا حاطه الركنه في اليمه اللي فيها البابين الشقه،
البابين بتوع الشقق. حتى الركنة فيها بالتلفزيون كده على جنب، بحيث ان ده يبقى المكان اللي فيه هرسنا وقعدتنا وكلام من ده. اما الصالون حاطاه في الجنب التاني، زي ما انتم شايفين كده عند الشباك، يعتبر معتزل عنه في جنب لوحده كده. هم مع بعض اي نعم، والصلاة اللهم بارك زي ما انتم شايفين واسعة، بس شايل الجزء الصالون والركنة. ده باب الممر اهو يا جماعة، اللي هو باب البوابة، باب الممر. طبعا في ناس كانوا بيغفوا حاجات زي كده فمطرطشين اسمنت على الباب، احنا هنمسحه دلوقتي ونخليه زي الفل ان شاء الله. احنا طبعا عملنا بيبان سلك زي ما انتم شايفين، البيبان اللي هي الخشب السلك دي عملناها علشان خاطر لا ناموسه تدخل بقى ولا دبانه ولا حاجات من الحاجات دي. يعني نسيب البيبان مفتحه طول النهار كده لحد بالليل، لحد بنيجي رايحين ننام البيبان مفتحه عادي، لكن البيبان السلك راكبه عليها بحيث انها تهوي الشقه ويبقى فيها هوا ونور. مش نشغل النور خالص بالنهار خالص، لا تحتاجي نور بقى ولا مروحه ولا كلام من الكلام ده كله. طبعا انتوا عارفين ان الكهرباء هنا بالكارت، فالكهرباء غلت طبعا، فاحنا مش بنشغل بقى، دوب فاتحين البيبان اللهم بارك كده زي ما انتم شايفين والشباك، فمش محتاجه بقى لا انت تنوري لمبه ولا نور ولا كلام من الكلام ده. تمام. فسايبين بقى بيبان السلك بقى زي ما انتم شايفين مفتحين كده علشان خاطر تهولنا الشقه وتهويها وكلام من ده وتنورها في نفس الوقت. كده خلاص خلصنا الصاله اللي في قلبها الركنه والصالون. تمام. تمام بقى ندخل بقى الجزء التاني اللي هو ايه. والله انا لحد النهارده لسه بحتار انهي الكوباس بتاعه الكهرباء دي بتسرج فين ومش بتسرج فين. يعني انا في الشقه دي دلوقتي الحمد لله بقالي شهر اهو، بس لسه والله ما حفظتش الكوبس ده بيسرج فين والكوبس ده بيسرج فين. طيب دي الصاله التانية بقى، دي كانت اللي بره، دي كانت الصاله الكبيره الاولانيه اللي كان في قلبها الركنه والصالون الكبير. طيب دي الصاله التانية بقى اللي هي الصاله الصغيره اللي في دخلة المطبخ، حاطه فيها النيش زي ما انتم شايفين كده، النيش في قلبها، والسفره بتاعتنا كبيره ما شاء الله اللهم بارك، هي حاطينها برضو قدام النيش، وسايبه طرقه من هنا وطرقه من هنا، طرقه كبيره نعرف نمشي من يمه النيش، وطرقه كبيره برضو من يمه المطبخ نعرف نمشي، وحاطه ترابيزه السفره في النص كده زي ما انتم شايفين اللهم بارك. تمام. تمام. طيب الصالون بقى اللي هو القديم بقى، حاطه الكنبه بتاعته هنا كرسي، وفي كرسيين ورا الصالون التاني. هيتبقى معايا كرسي هدخله جوه في اوضه النوم، لان مش ليه مكان بقى، كده كده معدلوش مكان الكمبيوتر. طب مش مشكله يعني هطرحه، وبعدين لما محمد يجي يبقى اقفله بالليل. لا يا حبيبه قلبي سيب البتاع دي عشان لما محمد يجي يركبها لك بالليل. فانا بصراحه كنت عاوز ادخل كرسيين، بس رجع بسجل على فكره. انا كنت عاوز ادخل كرسيين في اوضه من اوض النوم، حتى اوضه محمد ابني كان فيها سرير كبير وكومودين وتسريحه والبار، فقلت ادخل معاهم كرسيين. فمنى قالت لي لا يا ماما بلاش، يبقى خليها كرسي واحد وخلي الكرسي التاني مع الكنبه كده في الصاله دي. يعني يلا الصاله الصغيره دي، الصاله دي بقى اسمها الصاله الصغيره اللي هي جنب بين يعني ايه، قدام المطبخ وفي وسط الاوض، يعني في اوضه الثلاث اوض بتوع النوم هي في وسطهم. انما الصاله التانية الخارجيه دي بره خالص، دي اللي في النص بقى، اللي حاطه فيها النيش والسفره والصالون اللي هو القديم دوت. تمام. فطبعا بقى انتوا عارفين المطبخ قدام، يعني قدام السفره كده بشويه، ودي اوضه، ودي بقى رايحين عند اوض النوم بقى التانيين. طب هل بقى الكنبه كده كويسه مكانها لوحدها؟ منى بتقول لا ما ينفعش نسيب الكنبه كده مكانها لوحدها، نرجع الكرسي مطرحه عشان لو حد قاعد بيتكلم مع حد يبقى فيه كرسي قبل الكنبه، يعني حتى لو في اتنين مثلا قاعدين على الكنبه وحد قاعد قبلهم على الكرسي يبقى المكان حتى كويس. رايكم كده ايه؟ يعني انا برضو عاوزه اخد رايكم، يعني شوفوا وقولوا لي هل كده ذوقي كويس، ولا حد فيكم له راي تاني؟ ممكن يقولوا لي في الكومنتات له راي تاني، انا احط الصالون ده ازاي، او اوجهه في انهي مكان بالظبط، او لو ليه مكان ينفع يتبدل فيه في الصاله حد يقول لي، يعني حد يشور عليا ويقول لي انا ممكن ابدله ازاي او اعمل ايه. بس انا حاولت كتير صراحه مع السفره، انا ما لقيتش للسفره مكان غير قدام النيش وقدام المطبخ. يعني المطبخ عندي زي ما انتم شايفين مطبخ ايطالي،
السفرة ده مكان مناسب، وعنده حوض، وفي حوض كده قدام المطبخ برضو للي يقوم من على السفرة يغسل ايديه. ده حوض في الصالة اسمه حوض الضيوف، محطوط كده في الصالة، قدام السفرة وقدام المطبخ، بحيث اللي يقوم من على السفرة يغسل ايديه، مش يروح الحمام ولا حاجة، لان الحمام بعيد خالص عن المطبخ وعن السفرة او عن المكان نفسه. فبدل ما ادخل اغسل ايدي في الحمام وكلام من دوت وخلي الحمام ناشف ونضيف، لا، يبقى في حوض في الصالة نقوم من على السفرة نغسل ايدينا عليه وخلاص. شكله نضيف كده وحلو، حوض صغنن كده ومش واخد مكان ولا حاجة، حوض شكله شيك كده صغنن كده مش واخد مكان. برضو عندي المطبخ عالي زي ما انتم شايفين، فروحت جايبه برضو الكولمن وحطيته على كرسي كده جنب الحوض، بحيث ان احنا مش كل شويه نقعد نفتح التلاجة بقى، نقعد نفتح التلاجة. اهو شايفين الحوض ده حوض الضيوف يا جماعه، حوض صغنن كده في جنب كده بعيد عن السفره بشويه، يقوم من على السفره يغسل بدل ما يدخل حمام ولا حاجه. طيب دي قرص محمد بقى دخلناها اهو، دي غسالة يدوي كده صغنونة كده مش محتاجينها، بنبقى نسيبها لما يكون عندنا ضيوف في المصيف ولا حاجة في الصيف ويكونوا في البحر، بدل ما نغسل في الغسالة الاوتوماتيك عشان الرمل وكلام من ده، لا بنغسل في الغسالة العادية علشان لو فيه رمل ما يبوظش الغسالة الاوتوماتيك. طيب حتى بقى ايه البار وترابيزة المكوى والكرسي، فانا عاوزة يعني اشيل الكرسي ده، اوديه الأوضة التانية خالص، اطلعه بره اوديه الأوضة التانية، واشيل البرد احطه مكان الكرسي، واجيب الفريزر احطه مكان البار، اعمل تغيير وتوسيع في نفس المكان، يعني حتى المكان يوسع ويبقى شكله حلو وفي تغيير. انا ما بحبش اسيب حاجه على حالها، يعني بحب كل شويه اقعد الف من حاجه لحاجه لحد ما اوصل للنتيجه اللي انا عاوزاها. عرايا محمد بن ايه، انت ما بتريحيش نفسك، والله احنا لو عملنا فيك ايه انت مش هتريحي نفسك. انا بصراحه بحب تغيير، ما بحبش الحاجه تبقى زي ما هي ثابته كده لا لا، انا بحب اعمل تغيير يبقى تحسي ان في روح وفي حياه. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي وصل معايا لحد هنا يا جماعه، يا ريت ما ينساش يحط اللايك بتاعه بقى، واللي لاول مره يشوف قناتي يا ريت يشرفني باشتراكه في القناه ويفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصل منه كل جديد. ولو عجبوا الفيديو يا جماعه يا ريت يشيروا بين اخواته واصحابه وحبايبه. وانا ماشيه معاكم في الفيديو ده بالراحه، ولا بنجري ولا مستعجلين ولا اي حاجه، عشان محدش يعلق ويقول لي ده انت كنت بتستعجلي، ده انت كنت بتجري، لا. ده روتين بس في الشقه لوحدها بعيده عن المطبخ، ما دخلناش لسه المطبخ ولا الحمام، لان زي ما انتم شايفين الحمام في ناحيه والمطبخ في ناحيه تانية خالص. فان شاء الله يبقى المطبخ والحمام لهم روتين تاني في يوم خاص بيهم، فعشان ميبقاش برضو الفيديو طويل عليكم، لان انا مش عاوزه لا اسرع الفيديو ولا اجريه ولا حاجه، وفي نفس الوقت مش عاوزه اطول الفيديو عليكم اكتر من كده. طيب قولوا لي رايكم بقى ايه. انا كده دخلت الفريزر اهو، وترابيزه المكوى في جنب، والاوضه كده وسعت وبقت جميله، اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده، الاوضه وسعت وبقت زي الفل، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، شايفين، وبقت جميله جدا. دي المملكه بتاعت محمد ابني بقى، اوضته دي برطع في السر الكبير ده مع نفسه كده. تمام، خلاص دي بقى خلاص كده بقت راقت وبقت زي الفل. ندخل بقى الاوضه التانية اللي هي اوضه البنات. ده الحمام اهو زي ما انتوا عارفين، هنسيبه بقى ليوم تاني، مع انه ما شاء الله نضيف ومغسول زي الفل، لكن هنسيبه في وقت تاني مع المطبخ، يبقى يوم فيديو روتين لوحده. لوجي قاعده لي في الشباك بقى. طبعا البطاطين دي احنا كنا شايلينها في جنب كده علشان ناخدها نوديها المغسله تتغسل ترجع متعبيه، لان صراحه ما فيش فيا حيل خالص اغسل بطاطين بامانه يعني. فهنروق بقى الفرشه دي دلوقتي ونظبط الدنيا. خلاص انا روقت مطرح ما شلت الفريزر، حطيت الكرسي، والاوضه برضو وسعت وبقت رتبه وجميله. كرسي ده محطوط، حد بقى يقعد يتكلم مع حد ولا حاجه كلام من ده، يبقى ايه، يبقى الكرسي محطوط والاوضه ما شاء الله اللهم بارك فاضيه كده وواسعه زي ما انتم شايفين. دي التسريحه بالمرايه بتاعتها، وده الكرسي اللي قلت لكم عليه اللي مش ليه مكان في الصاله طبعا. وهنا السرير، وانا عندي مرتبه اضافيه شايلها على جنب علشان لما يكون عندي ربنا يبارك يا رب اخواتي او ولاد اخواتي يكون عندي ضيوف، بيبقى نحتاجها، هي مثلا حد من الشباب بيحطها وينام عليها، تبقى الدنيا مباحه يعني، ميبقاش حد نايم على الارض ولا حاجه. طيب دي اوضه النوم بتاعتي بقى،
احنا كده وضبنا اوضه محمد ووضبنا اوضه البنات، دي اوضه النوم بتاعتي بقى. هنغير الفرشه بتاعتها كده ونحط فرشه نظيفه. هي بصراحه في الصيف احنا بنغير يعني اوضه السرير ده بيتغير كل يوم ويوم. في الصيف بالذات بتغير فرشه السراير دي كل يوم ويوم. كلنا بنعمل كده يا جماعه، كل الناس بتعمل كده بتهيألي في الصيف يعني. انما في الشتاء ممكن نغيره مثلا كل يوم في الاسبوع، لان يبقى فيه دفات وحاجات زي كده، وكده كده اصلا نبقى متلكفتين، لا بنفك ولا بنعمل اكتر من غيرنا الدفايه مره او مرتين في الاسبوع. لكن طقم السرير موجود ثابت هو بيفضل طول الاسبوع. اما بالنسبه لفي الصيف كل يوم ويوم بتغيري فرشه السرير طبعا، العرق والحر وحاجات زي كده يعني. فخلاص اللهم بارك، احنا كده خلاص فرشنا فرشه السرير وروقنا، واوضه النوم بقى زي الفل. وطبعا بوقف اروق على نفسي بقى، وانا انا ماليش حق اروق على نفسي ولا ايه؟ متنسوش اللايك يا جماعه، واشوفكم في رعايه، اتركوه في رعايه الله، ومع الف الف سلام.